بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله إخوتي أخواتي. في محتوى قناة إن شاء الله نصائح هامة ومهمة في عالم الطبخ. طبعا مثل ما تكون شايفين أمامكم هالمواد هي اللي أغلب البيوت موجودة عندها. حبيت أنا من خلال دراستي هلأ حاليا بتمعن لهالمواد هي من خصائص، من فيتامينات، من اي مكون موجود في هالماده هي، سبحان الله، اللي الله سبحانه وتعالى سخرها لنا. شو الفوائد، شو الاضرار، شو حبيت يعني اتعمق في هالامر هذا، اضافه لاني الخبره اللي السنوات اللي قضيتها في المطاعم والمطابخ ان شاء الله راح احاول يعني يعني افيدكم فيها في طبخ كل هالمواد هي باذن الله. اول نصيحه بحب اقدمها اني هالمواد هي شايفينها امامكم لا تطبخ الا بماء مغلي، لا تطبخ الا بماء مغلي. واذا بدها تنقع بماء فاتر او بارد. اذا انا بدي اكل اكل صحي من هالمواد هي الموجوده قدامي لازم انا انقع بماء بارد او فاتر حتى استفيد من الفيتامينات الموجوده فيها. ولما بدي اطبخها، فلما بدي اطبخها لازم الماء يكون عم يغلي وفي حالة حتى تبخر، يعني النار لازم تكون كثير قوية تحتها والمي عم تغلي حتى اضع هالمادة هي حتى تنضج وتفتح كما بتفتح الوردة. راح اشوف انه الحباية راح تفتح، ان كان عدس، ان كان فول، ان كان فاصوليا، ان كان حمص، باذن الله. اذا النصيحة الاولى هي اني هالمادة هي اذا انا بدي اطبخها لازم الماء يكون مغلي الى درجة كثير كبيرة. الاشياء اللي انا بحاجة لها طبعا غير النار القوية، هي اول شيء الدفتر والقلم. وراح نشوف فوائد الدفتر والقلم ايش اللي عم تسبب اني الاكلة هاي عم تتشرك معي. شو السبب؟ لازم اسجل، يكون في عندي ورقة وقلم حتى اعرف وين الخطأ عم يصير، ميزان مثل ما لكم شايفين، وساعة حتى احدد الوقت، وملعقة يعني خلينا نقول لونها مميز حتى كمان إلى شغل عندي من خلاله بتذوق أنا الطعام، إن كان فيه ملح، إن كان فيه زيادة سمنة، إن كان فيه قليل سمنة. راح كمان تفيدني هالملعقة وتذكرني بشكل دائم بوضع البهارات أو الأملاح. في النهاية هي الطنجرة أو اللي أنا راح أطبخ فيها لازم تكون خاصة لهالمواد هي، تكون نوعيتها جيدة والسماكة فيها كويسة ومحكم الإغلاق، يعني يكون الغطاء محكم فيها. يعني وإذا ما كانت شفت إن الغطاء ما بتستطيع إنه فيه فارق أو كذا، أو مثلا مصدوع أو كذا، راح نستخدم ورق الألمنيوم أو ورق الزبدة لحتى نغطي هالأكلة هي لحظة اللي بدنا نطبخها. إن شاء الله إن شاء الله رح أبدأ معكم بإذن الله تعالى مع مادة الرز الأولى اللي حاليا أنا راجعت سبحان الله، راجعت مشاهد كتيرة على اليوتيوب، ودخلت وتفرجت على الناس اللي الشيفات اللي عم بيطبخوا مادة الرز بطرق مختلفة جدا. وحبيت أنا أعطيكم طريقة يعني تستفيدوا منها بإذن الله، ونكون إن شاء الله يعني صوبنا نحو أول أمر يعني بيخلي الناس يعني تقول الرز عم بنتزع معي أو بتشرك معي بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله باللقاء الثاني راح نورجيكم شلون بنتقع الرز، وشلون بنشغل الرز، وإيش الفوائد اللي بتطلع منه، وإيش خصائصه، وهل أنا إذا تركته إيش بيصير، وإذا يعني الامور كلها راح اشرح لكم اياها ان شاء الله بالتفصيل طبيا ان شاء الله، وحتى يعني بشكل طبيخ كمان باذن الله. نلتقي ان شاء الله على لقاء ثاني ان شاء الله، ونلتقي في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.